ايه اللي الفنان سامح حسين عامله ده؟ البذرة الطيبة وسط الأرض البور، لا إعلانات ولا دعاية بملايين، لا شراء لايكات ولا مشاهدات، عظمة في البرنامج بتاعه، ولا خناقات على مين الأول ومين المكتسح، بهدوء خالص وبوجه مملوء بالطيبة يخرج الفنان سامح حسين عشان يقدم حاجة كده أقل ما يقال عنها كبسولة راحة نفسية. والله العظيم كبسولة راحة نفسية. اتكلمت كتير قبل كده عنه وعن تصميمه انه يقدم فن كويس ومحترم وهادف، وقلت كتير ان ده سبب خلى سامح حسين ما يقدمش اعمال كتير، لان معظم اعماله موجهة لفئة معينة، موجهة للاطفال وموجهة لحل مشاكل معينة. الاسرة والبيت والمنتجين الايام دي محتاجين حد يقدم زي اللي سامح حسين بيقدمه. كان عبقري في فيلم سندوتش عيال، قلت وقتها انه حط ايده على قضية مهمة جدا، هي قضية الاطفال اللي بتضيع نتيجة الحياة الغير سوية بين الازواج. وكان من المرات القليلة اللي في عمل فني بيلقي الضوء على النقطة دي بشكل مختلف، ان الازواج بيرفعوا قضايا على بعض في حين ان الطفل نفسه اكبر المتضررين، هو اللي من حقه يدافع عن قضية عليهم، لانهم بيدمروا حياته ومستقبله في حالة لو انهم ما كانوش اسوية في علاقاتهم. سامح حسين بيقدم برنامج في رمضان عظمة، عظمة بمعنى كلمة عظمة. حتى فيديوهاته على التيك توك مع بنته ربنا يحميها، حاجات لطيفة ومحترمة أثرية تحب تتفرج انت وولادك عليها من غير ما تخاف من حاجة تجرحهم. سامح حسين عامل في رمضان حاجة لطيفة جدا على التيك توك، حاجة اسمها قطايف، برنامج محترم جدا، فيديوهات قصيرة مدتها دقيقة ودقيقتين، تسمعه بوجه بشوش ده ولا يكلمك عن الحياة وعن شريك الحياة وعن جمال ونعم ربنا علينا، الصدقة وأهميته في البركة في الفلوس في كل حاجة. هادي سلس مريح بيوصل لك فكري في كبسولة، انتشر وعمل مشاهدات في هدوء، ترند على التيك توك حاليا. واتمنى ان كل اللي يعطيه جزء من حقه، لانه ده بسم الله ما شاء الله عامل برنامج محترم في رمضان بجد بجد، نبتة طيبة في ارض بور. تخيل على التيك توك عامل برنامج محترم كل الناس بتسمعه، محتوى جميل، محتوى جدا، وبينجح وبيسيب علامة مع كل الناس، لان الواحد بيتفرج بيفرح جدا لما بيشوف حاجة حلوة، عشان الناس بتقول انتوا مش بتشوفوا غير الوحش بس، لا الكويس بيجبر اي حد انه يعترف انه كويس. دي نبذة مختصرة حبيت اوضحها لسامح حسين، عامل برنامج محترم جدا، بتمنى الناس تشوفه، بيعمل كبسولة نفسية، راحة نفسية، اعظم راحة نفسية تشوفها في البرنامج بتاعه، اتمنى الناس تشوفه. اهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة. قعدنا سنين نقول غيروا الاسلوب وارحمونا، لكن ولا حد سامع. واحد عنده 60 سنة بيصبغ شعر اصفر واحمر وازرق وبيصرف ملايين الدولارات عشان يعلم عيالنا الهبل والعتة، ويطلع علينا اجباري وقت الفطار، فاكر ان المشاهدات الضخمة حب ليه، ومش مستوعب ان التوقيت لوحده هو اللي عامل الترند ده، وكأنه مفروض علينا بالعافية. عيالنا بيجلدوكوا، كفاية عليكوا، حرام بجد حرام. والتاني ذكي جدا لعبها صح، صدر لنا البلطجة بأفلامه زي عبده موتة والألماني، وبعدها قرر يبقى مغني، ازاي الله أعلم مش عارف. وبعدين هوبا بقى عمل المنقذ وبيكسب الناس فلوس وناس شغالة تدافع عنه انه بيعمل خير. فين الخير اللي بيعمله ده؟ مش ده نفس الشخص اللي كان بيطلع يتمنظر علينا بفلوسه وعربياته وقصوره؟ ازاي بقى فجأة بقى واعظ وفي وسط منافسة شرسة وتكسير العظام بالملايين، يشاء ويشاء ربنا ويبعث حد ملوش في المسابقات ولا الشو ولا قلة الأدب ولا قلة القيمة، بس عنده قلب سليم وفطرة طيبة فتحت له القلوب بأسرع من البرق، وكسر بهم عروش الفساد والهبل اللي ملوش أي معنى. في ايه لو كنتوا سمعتونا من الاول؟ في ايه لو كنتوا معانا من الاول؟ المصريين مش ساذجين زي ما انتوا فاكرين. سامح حسين في زيه كتير ويمكن احسن منه، بس التوقيت كان مثالي. عشان كده نقول لكل واحد وكل حد، ده زوجنا مش الهرتله والتفاهه اللي بتفرضوها علينا في رمضان. ارحمونا من المسلسلات والتفاهات والفساد اللي بتعرضوه علينا في رمضان.
اقسم بالله لو قاصدين تفطرونا في رمضان ما انتوا عاملين فينا كده، لله المشتكى.